بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، والساعة تشير إلى تمام 2 بعد الزوال بتوقيت المغرب بتوقيت الجزائر. تحية لكم جميعا في هذا البث الاستثنائي الذي علاش قلنا استثنائي؟ لأنه فيه تطورات وقعت في الساعات الماضية، وحبيت نشرح للمتابعين حول هذه التطورات والحديث حول الكثير من النقاط بخصوص هذا الملف الذي يعني وصل ل50 سنة صراع مفتعل مدة 50 سنة. أكدوا لي فقط على جودة الصوت والصورة. طبعا اختاريت عنوان البث المباشر حذاري العسكر يناور من أجل تأجيل الحسم ملف الصحراء المغربية، وسأوجه نداء طبعا لأشقائي المغاربة. أهلا وسهلا ومرحبا. سننتظر أقل من دقيقة. هل تسمعونني جيدا؟ هل تشاهدونني جيدا؟ أكدوا لي فقط على الصوت والصورة، ومن ثم في أقل من دقيقة نبدأ إن شاء الله نتكلم حول هذا الموضوع. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم. تحياتي لكم جميعا. صوت جيد. شكرا 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 شكرا. كل التحية والتقدير لكم جميعا. إذا مرة أخرى أرحب بكم في هذا البث المباشر، وين غادي نتكلموا حول هذه المسودة، مسودة القرار الأمريكي بخصوص ملف الصحراء المغربية. هذه المسودة التي طبعا هناك مشاورات، هناك اجتماعات مغلقة كنا تكلمنا عليها في البداية، طبعا باش يعني نعاودوا نقراو النسخة الصفر نتاع هذه المسودة. نقرأ لكم النسخة الصفر نتاع المسودة هذه، يعني نتكلموا حول التعديلات اللي رغم انها طفيفه، لكن انا غادي نعطي وجهه النظر تاعي، لان هذيك التعديلات اللي فيها نقص كلمه ولا حرف عندها تاثير كبير. انا بالنسبه لي عندها تاثير كبير يعني في هذا الملف. اذا دقيقه نجيب نقرأ طبعا المسودة هذه. تحية لكم مرة أخرى. مرحبا بكم جميعا. إذا المسودة هذه كانت فيها 5 فقرات، غادي نعاود نقرأ عليكم. يعني الفقرة الأولى ماهوش مهم، الفقرة الثانية يعني فيها الأمين العام يدعم المبعوث الشخصي والجهود الرامية لدفع العملية السياسية. الفقرة الثالثة يتكلم على التزامه بمساعدة الطرفين من أجل الدفع أو التوصل إلى حل سياسي عادل وبعد 50 سنة. الفقرة الرابعة هي الفقرة المهمة في المسودة، نسخة صفر، يعني اللي كنا تكلمنا عليها فيما سبق. جاء فيها ما يلي: يحيط علما بالدعم الذي أعربت عنه الدول الأعضاء للمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي المقدم في 11 أبريل 2007 باعتباره الأساس الأكثر مصداقية لحل عادل ودائم للنزاع، ويؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هي الحل الأكثر جدوى، ويرحب بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويعني في حل النزاع في الصحراء الغربية، ويدعو الأطراف إلى الانخراط في مناقشات دون تأخير باستخدام، هذه الفقرة المهمة، باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض. هذه النقطة، إطار وحيد للتفاوض، حسب آخر التسريبات تم تعديلها، وهذا يؤكد على أن هناك ضغوطات وهناك مناورات من قبل العسكر لتأجيل حسم هذا الملف. هو الملف هذا احنا رانا نتكلموا على الجانب الأممي، ماناش نحكوا على الواقع. المغرب حسم الأمر لصالحه منذ 50 سنة،
منذ 50 سنة خلاص انتهى الأمر. هو احنا رانا نتكلموا على قضية يعني يجب أن يغلق الملف على مستوى الأمم المتحدة. ماهوش أمر غادي يغير من الواقع ولا أبدا. الواقع المغرب حرر الصحراء نتاعه وحسم الأمر لصالحه ميدانيا، لكن الأمر مازال موجود على مستوى الأمم المتحدة، وبالتالي الأمر مازال موجود على مستوى الأمم المتحدة، وبالتالي يجب الفصل فيه، ويجب العمل على عدم تأجيله مرة أخرى، لأننا نحن كشعوب المنطقة هذه متضررون من هذا النظام المجرم اللي يتاجر بهذا السجل، يتاجر بهذا الملف لمدة أكثر من 50 سنة. الملف هذا أو هذا التعديل هذا نتاع هذا النقطة هذه يعني شهدت تدخلات من قبل العسكر، شهدت تدخلات من قبل العسكر، مناورات من أجل إرغام أو إجراء التعديل الطفيف. وآخر ما يعني إذا رجعنا هنا إلى آخر ما تم يعني حديث يعني حول توزيع المسودة الزرقاء والتغيير الطفيف، وهناك الإعلام المغربي يتكلم على تغيير دون أن يعني يغير من الجوهر الأساسي. طبعا، لكن احنا حابين، احنا كنا نتمنوا أن هذه الجلسة التاريخية نتاع نهار الخميس هي تكون جلسة اللي يحسم فيها الأمر بشكل نهائي، لأن هذا النظام المجرم يجب أن يسحب البساط من تحت أرجله في أقرب وقت. احنا ما نزيدوش نقعدوا نستنوا أكثر من انتظر، يعني أكثر من اللي استنيناه. يعني المسودة الأولى في نسختها الصفر كانت مسودة فاصلة حاسمة لصالح هذا الملف. شكرا الأخ نور، كان حاسم لصالح هذا الملف. تغيير أو نزع كلمة الإطار الوحيد هذا أمر يعطي جرعة لهذا النظام المجرم وهذه الدميه نتاع بوليزاريو باش يزيدوا يناوروا ويزيدوا يلعبوا اشهر يعني اخرى، وهذا يمرض يعني بكل صراحه. هنا حسب ما قريت، على حسب يعني الكلام اللي جا قال تعديلات طفيفه لغويه واجراءات لا تمس جوهر النص، ويعيد القرار التاكيد على دعم حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم قائم على روح التوافق بما ينسجم مع الموقف الامريكي المؤيد الخطه الحكم الذاتي. يعني قال لك هذه النسخه المعدله في اللي سيتم يعني عرضها للتصويت من اجل عدم الاصطدام بالفيتو الروسي. انا كان جات عليا يعني نقولها لكم بكل صراحه، يعني ومن بعد هذا الفيتو الروسي قاعد يدير فيتو اوروبي، ماذا سيغير من الامر يعني على ارض الميدان؟ ولا شيء يعني هل كما يقولوا سيتبنى او هذه الامم المتحده غادي تتبنى الشيء اللي راهم يقولوه هذا النظام؟ لا. لكن المغرب، انا كنت نتمنى ان المغرب يعني يصر او يرفض اي تغيير في هذه المسوده، ويحرص على ان يبقى هذا المصطلح نتاع الاساس الوحيد ولا الاطار الوحيد في القرار اللي يتم التصويت عليه يوم الخميس، لان تغيير او حذف هذه العباره قد يصورها النظام عبر الاعلام نتاعو، عبر الابواق نتاعو، على انه نصر كبير. تشوفوا كيفاش غادي يقولوا راه تمكنا، والدبلوماسيه الجزائريه هما الان، راني كتبتها في الصباح، هما الان اقصى تمنياتهم هو أن يحذف ذلك المصطلح. هذاك المصطلح يتم حذفه يعني يعني من أجل أن يعني يؤجل أو يتم تأجيل حسم هذه القضية هذه على مستوى مجلس الأمن، ويعطى لهم واحد الاسبوار ماشي باش الملف يتحل، باش يبقى الأمر على حاله، لأن هذا النظام المجرم حاب الوضع يبقى على حاله، يبقى الأمر كما راه، وهذا نحن نرفضه. ويعني نتمنى من البيئة الدبلوماسية المغربية أن ترفض أي تغيير ولو طفيف في المسودة الأمريكية، لأن هذا يزيد يعطيهم الأمل لهذا المجرمين، هذا العصابة، هذا العسكر المجرم الذي يتاجر بهذه القضية لمدة 50 سنة. إذن التعديل
التعديل هذا انا يعني علاش درت اللايف باش نعطي وجهه النظر نتاعي. هذا التعديل الطفيف بالنسبه الي هو تاجيل، ولو انه يعني انا عارف بان يعني اللي جاء في هذا التعديل الاخير ان المهله نتاع المينورسو لم تتم تغييرها، يعني بقات 90 يوم يعني لغايه 31 يناير. وبالتالي من المرتقب ان ما سيقع يوم الخميس ليس حسما نهائيا لهذا الملف، بل تاجيلا قد يأجلوا مرة أخرى إلى الجلسة اللي غادي تكون ممكن نهاية شهر يناير، بالنظر إلى منح مهلة 90 يوم لبعثة المينورسو. وبالتالي سينعقد مجلس الأمن مرة أخرى في نهاية شهر يناير. انعقاد المجلس في نهاية شهر يناير هو في غياب الجزائر طبعا، لأن الجزائر ستنتهي هي وسلوفينيا ستنتهي ولايتها كعضو غير دائم بمجلس الأمن في نهاية ديسمبر 2025، وسيشهد مجلس الأمن دخول دول أخرى على غرار البحرين، ليبيريا، كولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولاتفيا. هذه هي الدول التي ستكون عضو غير دائم بمجلس الأمن ابتداء من يناير 2026. دقيقة معايا نشوف هذا الاتصال. تطورات الأحداث تتلاحق. قلت أن العسكر يرمي بكل ثقله، وهذا أمر طبعا ماهوش سي با غراتوي، لأن هذا النظام المجرم يقمر كاع بالثروات نتاع البلاد باش يبقى كما قلت لكم الوضع على حاله. هو في البدايه راح للجانب الروسي وطلب منه باش يستعمل حق النقد الفيتو ضد هذه النسخه صفر من القرار الامريكي. ويدري الله قدموا تنازلات لروسيا من اجل ان تستعمل حق النقد الفيتو. ثم يبدو انه تمكن، لان كانت هناك اجتماعين، اعتقد اجتماع يوم الاثنين يوم الجمعه الماضيه واجتماع امس مغلق لمجلس الامن، تمكن من انه يعني يضغط باش يتم هذا التعديل البسيط. احنا ما ناش نحكوا على ما كان يقوم به من قبل، وهذه طبعا تبين على الوضع البائس اللي راه فيه النظام الجزائري، لانه كان العام الماضي يتكلم على حقوق الانسان وعلى انه يجب ان يعني تكون مهام بعثه المينورسو تدخل فيها مراقبه حقوق الانسان بالصحراء المغربيه. اليوم راه يتفاوض وراه يضغط فقط من اجل كلمه الاساس الوحيد. وبالنسبه لي هو عارف بان يعني لا يمكن ان يتبنى مجلس الامن اي خيار ولا اي حل سياسي في اطار بعيد او خارج السياده المغربيه على الصحراء. وبالتالي هو طبعا هو الهدف نتاعه هو انه يزيد ياجل حسم هذا الملف، ولو انه هو دروك راه ما راش مطمع روحه كما كان من قبل، هو يعني يلعب باش زعما تنتهي فتره حكم ترامب ويجوا عاود الديمقراطيين باش يزيد يطول بهذا الملف. لكن انا اعتقد بانه لن يستطيع ان يطيل الملف او الصراع اكثر مما اطاله. اذا راه يحاول الان في الوقت الحالي انه يعني ما يبينش بان القرار نتاع مجلس الامن اللي غادي يصدر يوم الخميس هو قرار فيه حسم نهائي لصالح المغرب. هو هذه اللي ما راش باغيها، وهذه اللي راح من اجلها اعطى اوامر للبوليزاريو باش تخرج هذوك اللي راهم ساكنين في المخيمات ويرفعوا شعارات لا للحكم الذاتي ولا للمشروع الامريكي، لانه هو حاب يلعب على الوقت ويربح في الوقت لا اكثر، لا اقل. ما كانش حاجه واحده اخرى. وهذا يبين حجم الضعف هذا اللي وصل له هذا النظام الذي لا يمتلك طبعا النيه الصادقه من اجل القيام بمصالحه، رغم كل الكلام اللي قالوا مسعد بورس امس في القناه سكاي نيوز، وعاود تكلم على قناه الحدث القناه العربيه وين نتكلم على ان المسؤولين الجزائريين يرحبون بنقاش بناء مع المغرب. هذا كله يعني باش يعني ضر للرماد في العيون المصالحه. باش تحقق المصالحه لازم تتوفر النيه الصادقه من الطرفين، ماشي طرف
يعني جاد وحاب يحل الامور، واللي هو المغرب مع الجزائر، وطرف اخر الهدف نتاعو هو يطيل الازمه. لان هذا التعديلات اللي وقعت اللي انا توصلت بها واللي انا رفضتها يعني بكل صراحه، لان امر كما هذا يزيد يعطي امل لهذا النظام. هذه يعني استعملت فيها تلك الوعود، يعني احنا مقابلين باش نمشوا للمصالحه. راكم شفتوا الخارجيه الجزائريه ما دارتش بيان، يعني هما ما صرحوش بشكل، راهم غير دافعين البوليزاريو ويعطوا واحد الوعود للامريكيين باللي زعما رانا غادي نديروا نحلوا المشاكل ونديروا المصالحه مع المغرب. بصح ديروا قلعوا لنا هذه الاساس الوحيد، ما ديروهاش في الوقت رانا محتاجين شويه وقت. هما هكذا يستعملوا هذا الاسلوب، يعني المراوغه والمناوره، لانهم خبثاء. هذا النظام العسكر هو نظام خبيث. وبالتالي انا من خلال هذا اللايف راني نقول الاشقاء في المغاربه احذروا من هذا النظام المجرم الغير موثوق واللي ما عندوش كريديبيليتي. هادو خداعين وغدارين وخونه، ويعني يقولوا كلمه ويتراجعوا عليها. يعني هادو يعني تشوف كلام نتاع مسعد بورسلي من خلال الكلام نتاعو، هو طبعا مستشار الرئيس الامريكي وسهره، ولكن يتكلم بطريقه اثبتت خرجاته الاعلاميه انه غير ملم بملف الصحراء وملف العلاقات ما بين الجزائر والمغرب، بل كلام موجه للاعلام، ولو ان هذا الكلام فيه كشف وفضح للاكاذيب نتاع هذا النظام الجزائري الخبيث، هذا النظام الذي يحاول على انه فقط في الوقت الحالي يربح الوقت. وبالتالي حذاري، احذروا، لان انا بالنسبه الي يبقى المسوده تبقى كما هي بدون تغيير ولا حرف فيها، النسخه صفر، ويمشي هذا الروسي يقدر يدير فيتو وبيابري يعني ومن بعد يدير الفيتو، ومن بعد ماهيش نهايه العالم. يا اخي المغاربه راهم حروا ارضهم وراهم في ارضهم، تمشي لمينورسو وتدخل القوات المسلحه الملكيه الى المنطقه العازله ويقرب هذا النظام اذا هو قادر يقرب. ماهوش قادر، هو نظام جبان. وهذا البوليساريو انا عمري ما شفت وحدين يديروا بيانات. هذه الحركه الانفصاليه، هذه الحركه المجرمه يديروا بيان ويديروا فيه ويوزعوا دي فيديو باش يبينوا احنا راه دايرين حرب. ما راك لا داير حرب لا والو. كان تجي للحرب نتاع الصح ما تقدروش. يعني هذه كلام يوجه لهذا البوليساريو ولهذا النظام المجرم الذي لا يجرؤ ان يعلن حربا مباشره على المغرب. وبالتالي يجب الثبات على عدم اعطاء اي تنازل لهذا النظام المجرم، لانه طرف غير جاد في حل المشكل. هؤلاء لا يبحثون عن حل هذا المشكل. هؤلاء المجرمون الحاكمون في الجزائر يعلمون جيدا بان المغرب لن يتنازل على ارضه، والمغرب حسم الامر لصالحه، وانه فقط يريدون ربح الوقت. علاش؟ باش يستمروا في السرقه نتاعهم ويضخموا في الميزانيه نتاع وزاره الدفاع ويصادروا اراده الشعب الجزائري ويقعدوا يلعبوا بهذا الملف سنين اخرى من بعد. انا منين نتكلم على من هذا الامر لان يحس في نفسي الحاله اللي راح تعيشها بلادي والحاله اللي راح تعيشها المنطقه. وانا بالنسبه الي المغرب انتصرت، المنتصر لا يتنازل، اللي رابح ما يتنازلش، اللي رابح يبقى ثابت على هو اللي يفرض شروطه، ما نتنازلش. قال الاساس الوحيد يبقى الاساس الوحيد، يبقى ويديروا الفيتو اللي بغى يدير الفيتو، ومن بعد ويمشي هذا المشروع كاع في مهب الريح. ومن بعد اش غادي يديروا على ارض الميدان؟ المغرب يعني القضيه هذه بالنسبه للمغرب ماهيش قضيه القصر الملكي او قضيه منظومه حكم، بل كل الدوله المغربيه، كل الامه المغربيه يعني ملتفه حول هذا القضيه، لانها هذه ارضهم وما غاديش يسمحوا فيها. وبالتالي يجب عدم السماح او اعطاء جرعه امل من اجل او جرعه اكسجين لهذا النظام باش يزيد يطول بينا بهذا الملف. ولو ان التاجيل يعني انا هذا في حكم اليقين، يعني بالنسبه الي التاجيل اذا كان نهار الخميس ما غاديش يفوت لو 31 جونفي الجاي، ما يفوتش 31 يناير القادم، لان يعني لا يمكن ان يستمر العبث اكثر مما استمر. وهذا الدول القوى الكبرى طبعا تدخل حساباتها
فيما يخص هذا الاخر، لكن احنا اللي رانا متضررين. وهذا الملف اذا ما تغلقش ستستمر معاناتنا ويستمر هذا النظام في المتاجره بهذه القضيه الفارغه التافهه. ومنين البارح انا شفت هذوك اللي خرجوا البارح، يعني باش خصنا نكونوا صريحين وواضحين مع بعضنا، هذوك اللي خرجوهم البارح يتظاهروا 80% ما عندكم حتى علاقه بالاقاليم الجنوبيه المملكه المغربيه، ما عندكم حتى علاقه بالساقيه الحمراء وواد الذهب اللي راكم يعني انتم رديبات الشرق وموريتانيين، يعني واش من علاقه؟ ارضكم هي تندوف، ما راكمش لاجئين، ما راكمش لاجئين، انتم اللي خرجتوا امس وتظاهروا ما راكمش لاجئين في تندوف، هذيك ارضكم، هذيك ارضكم. نوضوا طالبوا بحقوقكم، قولوا لهم يعطوكم الجنسيه الجزائريه، ولا قولوا لهم احنا هذه الارض نتاعنا كانت تابعه للمغرب، هذه هي. ولا استنوا، راكم تتكلموا على تقرير مصير، استنوا حتى تفتح ملف الصحراء الشرقيه، هذيك المنطقه. اما الغالبيه العظمى واش من علاقه عندكم انتم بالعيون والداخله وبوجدور والسماره؟ ما عندكمش هذوك لي فامي تاعكم بعاد، بصح انتم راكم زايدين وكابرين في تندوف، وانتم من رقيبات الشرق ما عندكمش علاقه بالمنطقه المتنازع عليها. يحرككم النظام ويحرككم هذه العصابه نتاع البوليزاريو باش ترفعوا شعارات زعما وتحاولوا انكم توصلوا رسائلكم، يعني رسائل اسيادكم، رسائل اسياد. نوضوا قولوا لهم ابنوا لنا، خلونا نبنوا مدينه ونعيشوا فيها، ياك راكم دايرين دوله ومسمين روحكم جمهوريه، نورمالمون توفر لكم الضروريات، تبنوا بيوت وتعيشوا في هذه ارضكم. انا عمري ما شفت وحدين يسموا رواحهم لاجئين، يسموا رواحهم لاجئين في بلاصه اللي هي ارضهم وبلادهم الاصليه. هذيك بلادكم، انتم رقيبات الشرق، وكاين هذوك اللي جايين من موريتان من الزويرات، ولكن لا كرون ماجوريتي اللي راهم تما عندكم اون بليس كلكم زايدين في هذيك البلاصه، ياك دروات تاع. كيفاش تروح تطالب ببلاد بعيده عليك ب 400 ولا 500 كيلومتر وتقول الصحراء الغربيه؟ كيفاش هذا؟ مستحيل. هذا المنطق هذا خاصهم يفهموا، مش فقط حتى هذا الوسيط الامريكي هذا اللي راه يتكلم، خاصه يعرف الحقيقه نتاع الميدان، لان هذا المشكل، هذا النظام هذا ولا هذا البوليزاريو اللي نهار ما يتكلموا على خيار الاستفتاء وخاص الاستفتاء ما يقدروش يديروا الاحصاء نتاع السكان، لانه يستحيل القيام بهذا الاستفتاء، لانك انت اصلا رافض انه يتم الاستفتاء واحصاء سكان هذه المخيمات، لانه كان نديروا الاحصاء الحقيقي نتاع السكان نتاع هذوك المخيمات راهم اون بيتيت مينوريتي اللي معنيه بالملف. هذا نصب واحتيال، هذا نصب واحتيال، هذا لا يمكن السكوت عنه، لا يمكن السكوت عنه. والاشقاء المغاربه خصهم يوصلوا هذه الرساله بقوه للوسطاء الدوليين والقوى الكبرى. هذه سيت اون افير ديسكروكري، هذه سيت اون افير ديسكروكري. هذا النظام نصاب، النظام الجزائري هذا النظام نصاب. هذوك اللي راهم في المخيمات كاين منهم شويه تاع يعني قل من 20% اللي فعلا معنيين واللي فعلا كانوا داخلين بواتهم جدودهم في الاحصاء الاسباني. وهذاك الاحصاء الاسباني اللي الغالبيه اللي كانوا محصيين راهم توفاو اليوم. غير معقول هذا الامر. ويزيد يقول لك احنا لاجئين، انت راك في ارضك، كيفاش انت لاجئ؟ وراهم دايرين لك جمهوريه وراك يعني وتقول باللي رانا دايرين دوله، راك في ارضك طالب بالاستقلال من الجزائر، ولا طالب بالجنسيه الجزائريه، ولا طالب بانك ترجع للمغرب، لان هذيك الارض هيستوريكمون كانت تابعه للمغرب وضمتها فرنسا للجزائر، وهذه هي الحقيقه. اما انك تحكي على قضيه حول ارض غير مسجله في الامم المتحده انت ما عندكش علاقه منها، انا هنا نستثني الاقليه اللي موجوده في المخيمات واللي فعلا تنتمي الى الاقليم المتنازع عليه المسجل بالامم المتحده. بالمناسبه النظام هذا دار واحد لو بون ايريان، ارسل الطيارات، رسلوا تعزيزات، خايفين واش يوقع نهار الخميس، يوقع يعني حاجه اللي تخلي ينفجر الوضع في المخيمات. ما رسلوا تعزيزات امنيه وعسكريه باش يحاصروا هذه المخيمات وباش يعني يتحكموا في الوضع. وما خرجوهم لانهم صدموا من المسوده نسخه رقم 0 اللي قدمتها الولايات المتحده الامريكيه، وقالوا صاي راهم
حطونا عند المجرى باش يكملوا علينا. هذه هي الحقيقه، خرجوهم. بالمناسبه انا نوجه ندائي للاشقاء في المغرب، هذه قضيه مصيريه تخص كل المغاربه. انا مانيش مغربي اكثر من المغاربه وما غاديش نكون يعني، ولكن انا متضرر وانا عايش في هذا البلد السعيد، وما نبغيش هذا البلد انه يتضرر اكثر مما تضرر من قبل هذا الاوباش اللي راح يحكموا في الجزائر. ادعو المغاربه وبالتزامن مع الذكرى ال50 للمسيره الخضراء للتظاهر في كل مدن المغرب، خصوصا في المدن الصحراء المغربيه، للتظاهر رفضا لهذه المناورات وتأييدا لحسم الملف لصالح مغربيه الصحراء، وباش توصل رساله للعالم. يعني اوكي مليح احتفال بالذكرى ال50 نفرحونا، ولكن الذكرى ال50 هي مناسبه لايصال الرسائل. وهذا نوجه ندائي للاشقاء المغاربه، هذا النظام المجرم مسؤول على جزء، عنده ان بارتي من المسؤوليه في يعني المشاكل اللي عاشها المغرب منذ 1956. هذا نظام مجرم، وبالتالي انا اتمنى من الاخوه المغاربه، وهذا نوجه ندائي وساكون معكم اذا خرجتم للظاهر باش نوصلوا رساله لامريكا والروسيا والامم المتحده وكل هذه الدول بان هذه القضيه هي قضيه المغرب العادله، وان هذا الملف لازم يتغلق من اجل المصلحه نتاع المغرب ومن اجل المصلحه نتاع كل المنطقه، لانه يكفينا من هذا التاخير وهذا التاجيل. يعني كيفاش حتى فرحنا وقلنا باللي خلاص نقطعوا الطريق امام هذا النظام، يجوا ويقلعوا واحد الحرف ولا يقلعوا واحد جوج كلمات اللي طلع لي جوهريه في الملف، هي كلمه جوهر، الاساس الوحيد. نعم هو الاساس الوحيد، هذا دي ولا خلي القرار كيما راه المسوده، وافقوا عليه ما وافقوش عليه يتخذوا، ومن بعد يجي هذا البوليزاريو تجي تتحرك اذا هي قادره تتجاوز الحزام او الجدار الدفاعي. يعني بكل صراحه حتى وصلنا يعني اللافا، ومن بعد وقعوا واحد باش تعرفوا بلي حتى واحد ما يبغي لنا الخير. حنا المنطقه نتاعنا وما يديروا حساباتهم. علاش كنا نقولوا دائما هذا النظام المجرم كان يتجاوب مع جلاله الملك من اجل حوار مفتوح وحوار يعني بكل يعني بما يخدم مصلحه المنطقه. احنا ما نسحقوا لا الامم المتحده ولا شيء، ما نسحقوش، احنا ما نسحقوش، ولكن هذا النظام رهن المنطقه نتاعنا لحسابات الدول الكبرى. وما عاد يجي واحد يقول لك انت عميل وانت خاين. ما كاش الخاين والعميل قد هذا النظام تاع العسكر المجرم، هذا النظام المجرم اللي لعب بهذه المنطقه لمده 50 سنه في ملف لا معنى له ولا اساس له. يتاجر بوحدين يرفعوا العلومه والتقرير المصير وراقروا مصيركم وتكلموا مع هذا النظام. ما تكذبوش على ارواحكم. هذو اللي راهم نعاود نكرر كلامي لهذو اللي راهم في المخيمات. والاشقاء المغاربه ما تعطوش الفرصه، ما تعطوش. كنتم اقوياء في الشارع عندما انتصرتم لقضيه غزه وشعب غزه، لكن كاين حاجه يسموها القضيه الوطنيه والصحراء المغربيه. عليكم ان ترسلوا رسائلكم الى العالم ولهذا النظام المجرم هذا. قولوا له احنا هذه القضيه ماشي قضيه نظام، كما انت عندك الشعب الجزائري ما يقول لك انا لست معني بهذه القضيه، لكن انتم معنيون اشقاء المغاربه. هذه قضيتكم وهذه ارضكم وهذا العبث اللي راه واقع. يجب ان تزلزلوا الارض من تحت اقدام هذا النظام. خروج في مظاهرات قويه خصوصا في مدن الصحراء المغربيه، في الداخل وفي العيون وبوجدور والسماره، وارسال رسائل لهذا النظام المجرم، وارسال رسائل لهذه القوى الكبرى التي عليها ان تعي بان هذا الامر طال بزاف وان الحسم بات من الضروري. بغيتوا اوكي، ما بغيتوش اغلق عليها الاخر ونشوفوهم شي يديروا. نشوفوا هذا النظام اللي يقدر يدير شي حاجه، اللي يقدر يتجاوزوا الخط الحدود. انا نتمنى انا كان جات عليا الان غلق عليها هذا المينورس وتدخل القوات الملكيه المغربيه الى المنطقه العازله وتكون على الحدود الدوليه. او من بعد واش غادي دير؟ ما يدير والو هذا النظام، ما يدير والو. هؤلاء اللي راهم في الحكم الهدف نتاعهم هو انه يبقى الملف باش ما يتعاقبوش من قبل شكون؟ الجناح اللي راه يستنى فيهم. باش نقول لكم الجناح داخل النظام راه يستنى الهزيمه المدويه نتاع هذا الثنائي اللي راهم في الواجهه باش هما يستولوا على الحكم ويطردوا. ما يهمهم لا الشعب الجزائري ولا الشعب المغربي ولا هذوك اللي راهم في المخيمات ولا المنطقه نتاعنا. فيقوا، خاصكم تفيقوا. لازم اخواننا يفيقوا الجميع.
لازم تفهم بان هذا الكمشه اللي تحكم في الجزائر هم عصابات، الهدف نتاعهم كيفاش يتقاسموا الحكم ويتقاسموا الثروات ويتساقوا فقط، لا اكثر ولا اقل. يعني هذاك عبد المجيد تبوني قال لهم والله ما نتخلاو على الصحراء الغربيه، هو خايف على روحه، لانه هو ما عندوش الشجاعه انه يقول للشعب الجزائري خاصنا نفكروا في مصلحتنا وهذا جارنا وخاصنا نحلوا المشكل. ما يقدروش، ما عندهمش الشجاعه وما عندهمش الوطنيه، وما يخافوش على البلاد وما يخافوش على المنطقه هذه وما عندهمش رؤيه. علاش يتاجروا بهذا الملف؟ وخرج ذاك المستشار تاع ترامب المصيبه قال لهم قالوا لنا احنا مستعدين للحوار. يكذبوا ما عندهمش الاستعداد. هم يقولوا هذا الكلام باش يسايروا امريكا فقط بخبط باش يربحوا شويه وقت فقط، ما كانش حاجه واحده اخرى. وبالتالي انا ما نوجهش كلامي للعسكر اليوم، العسكر الجبان الخائن المجرم، انا نوجه كلامي للخوتي المغاربه، ما تتنازلوش، انتم منتصرين، ربحتوا، ما نتنازلش، ما كانش حرف نقلعه. الاساس الوحيد هو اللي يقعد، هو الحل الوحيد هو اللي يقعد. قضيه الصحراء هذه كاين حاجه ما كانش تربحوا، وعارف بلي المغاربه قادرين بشقاهم، وما كانش هذا النظام ما يقدر يدير والو. راهم حاسبين باللي ملي كانت كيما بكري في بدايه حرب الصحراء ملي كانوا يوصلوا للسواحل نتاع الاطلسي، طريق لهم الان ما يقدروش يوصلوا، لان المغرب هذه القضيه نتاعها هي قضيه امه مغربيه. وبالتالي حذاري من مناوره العسكر، وحذاري من السقوط في الفخ، ويجب عدم التنازل ولو بحرف واحد، سطر فاصله ما تنقلعش، يقعد كيما راه القرار باش هذا النظام يتبهدل. انا راني نتكلم هكا حرقه دفاعا على الحق ودفاعا على، يعني انا نشوف بان سحب هذا السجل التجاري من ارجل هذا النظام هي بدايه تحرر الجزائر. لازم بلادي تتحرر بسحب هذا الملف. وبالتالي عليكم اشقاء المغاربه ان تثبتوا، خاصكم تثبتوا، ولازم الشارع يتحرك الان، لازم الشارع يتحرك من اجل ارسال الرسائل. وما راهم يرشفوا مشاو جابوا هذوك اللي ما عندهم حتى علاقه بالاقليم المتنازع عليه، راهم جابوهم وخرجوا منا وقارين المصير ويرفعوا واحد الشعارات بارض ما عندهمش علاقه بها. الور انتم اصحاب البلاد نخرج معاكم مظاهرات تكون اضعاف تاع المظاهرات تاع غزه من اجل المصلحه تاع المغرب، لان غلق هذا الملف يخدمنا احنا كجزائريين، يخدم المنطقه كلها، يخدم المنطقه. نظام مجرم هذا اللي راح يحكم في الجزائر، نظام مجرم وخبيث، ويلعب غير للوقت، وهذا غير معقول. احنا 50 سنه مازال ما فهمناش كيفاش يخمم هذا النظام. هذا نظام خبيث. عليكم ان تعوا بان الامر في غايه الخطوره. انا عارف بان يعني غادي يتحسم يعني، لكن يعني كان جات عليا الخميس هذا الاساس الوحيد هو حل الحكم الذاتي. فوتي ادي ولا خلي، ما بغيتش تطرطق. لكن هما راهم خايفين وداروا قدموا تنازلات وراهم قدموا، مانيش عارف شحال داروا، يعني حتى ان الفيتو الروسي وكان وصل بهم الامر، وانا عارف بلي يقدروا يديروها، يقول لهم نعطوكم القاعده العسكريه تاع البحريه تاع مرسى الكبير غيديروا لنا الفيتو. يجب على المغرب ان يثبت وان لا يقدم اي تنازل في هذه المسوده اللي شفناها الجمعه الماضيه. اوكي، هذيك هي الحسم النهائي من ملف الصحراء، وهذا اللي نتمناه. ويعني انا تكلمت، سمحوا لي اذا تعصبت شويه، ولكن هذه حرقه لاننا تضررنا بزاف من هذا المشكل. وهذا المشكل يعني غريب، يعني بكل صراحه الطرف الرئيسي اللي خلق المشاكل يعني يقول لك لا هذه مشي ارضنا. واش دخلك انت؟ منين مشي ارضك؟ واش دخلك؟ يا واحد السراق، نظام سراق، واش دخلك انت في هذه القضيه هذه؟ منين انت ماكش طرف تسخر الامكانيات نتاع الجزائر وتقدم التنازلات الاستراتيجيه للقوى الكبرى باش يرضوا عليك، باش يبقى لو ستاتيكو هذا لو ستاتيو اللي راك باغي يقعد كيما هكا. والله ما راه قاعد هذا لو ستاتيو، والله ما راه قاعد.
وخاص الشارع يتحرك، خاص يتم الضغط على هذا النظام وعدم التنازل، ومهما كانت الامور وين ما وصلت توصل. ومن بعد لانه كان لان هذا النظام هو نظام جبان. شفتوا كيما يتحلاش بالشجاعه حتى باش يصارح الشعب الجزائري، يقول لك بلي قلنا احنا الجانب الامريكي لا طالق الكلاب نتاعه يتكلموا ويخرجوا خرجات واش يقولوا؟ لا احنا ما نتفاوضوش، احنا ما عندنا ما نديروا بساطه. انتم ما عندكمش النيه الصادقه باش ديروا مصالحه وسطه، وما كاش وسطه. الامر معقد جدا، الامر معقد جدا. الله اذا فرض من عند اسيادكم. لكن انا بالنسبه لهذه النقطه وعلاش درت اللايف هذا، من اجل ان اعبر عن رفضي اي تنازل من قبل المغرب لذلك المصطلح اللي هو الاطار الوحيد ولا الاساس الوحيد. لازم يبقى حتى يتم يعني هذا النظام يعرفوا على حقيقته، وحتى يطوى هذا الملف ويعلن النصر. انا هذا اللي تمنيته في الذكرى ال50. والذكرى ال50 اللي راها جايه في حاله ما اذا لم يتم الحسم بشكل نهائي يوم الخميس، مناسبه من اجل ايصال الرسائل للعالم من قبل المغاربه. نحتفلوا بصح نتظاهروا، وانا معاكم نتظاهروا من اجل غلق هذا الملف وفتح هذا الشرذمه هذه نتاع العسكر اللي تحكم في الجزائر. وهذيك المظاهرات اللي مشاو داروهم زعما، او ديك الوقفه اللي داروها في المخيمات نتاع هذوك اللي يعتبروا روحهم لاجئين. انتم ماشي لاجئين، انتم راكم في ارضكم، والساقية الحمراء والداب ماش ارضكم، ماش تاعكم. هذه نستثني الاقليه اللي راها مازال باقيه شويه لكم، ما يشكلوش اكثر من 20%. اذا اكتفي بهذا الكلام، هذا القدر من الكلام، ونتمنى خير ان شاء الله، ونتمنى هزيمه نكراء للنظام المجرم، النظام المجرم اللي عاث في الارض فسادا وشل هذه المنطقه وخلانا حاصلين لمده 50 سنه. يا ربي يا ربي يهزمهم شر هزيمه، لان هزيمتهم هو انتصار لكل منطقتنا. والكلام نتاعي نوجه للجزائريين، بالك تحسبوا بلي هذا النظام راه يدافع عليكم، لا راه يدافع، مالاش يدافع عليكم، راه يدافع على حساباته الخاصه، لانه خماس عند السياده الغرب والشرق. تحيه لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.